ما شفتوا هذا الباسبور هذا؟ عرفتوا شنو هو الموضوع ديالنا ديال اليوم؟ هذا الباسبور وليت كنلقى المشاكل في المطارات، مؤخرا في هونغ كونغ مشات عليا الطياره بقوه ما 4 السوايع وما تيفيريفيو في هذا الباسبور باش يعرفوه واش اصلي ولا ماشي اصلي. مشاكل فلاو عاوتاني 2 السوايع وما كيفيريفيو فيه. يعني حنا كل مره تمشي علينا الطياره يمشي لنا وقتنا، شنو وليت كندير؟ وليت كنمشي للمطار قبل ب8 السوايع ولا 7 السوايع، حيت عارفهم غيبقاو يفيريفيو في هذا الباسبور. واش انا غنولي نمشي انا ب8 السوايع قبل ولا 7 السوايع قبل، حيت عارف واحد ساعتين ولا 3 السوايع غيبقاو يفيريفيو ليا في الباسبور. الله يرحم لكم الوالدين. هذا الباسبور الجديد، بغينا تكون ما تطيرش هاد اللعيبه هادي بحال كاع الدول عندهم هاد اللعيبه هادي ما تطيرش. راه واخا ما يديرش ليه الكافر ديالو، راه ما كتمحاش. وشو دابا مده ديال عام شو كيولى الباسبور؟ الله يرحم لكم الوالدين. راه كنلقاو مشاكل في المطارات، راه كيبقاو يشكوا فينا كاع. واش فهمتي؟ الله يرحم لكم الوالدين. هاد الباسبور جديد بغينا الطبعه هادي ما تكونش كتمشي. راه ولاو كيفيريفيو معانا في المطارات بالسوايع، وبعد المرات كتمشي علينا الطياره. وراه بزاف هادشي. قادوا لينا باسبور زوين. الله يرحم لكم الوالدين. هاد الباسبور جديد ما بغيناش هاد اللعيبه هادي تمشي. راه كنلقاو مشاكل بزاف في المطارات، راه بزاف. راه تمشي عندنا الطياره وبقاو يفيرفيو ب4 السوايع ب5 السوايع وانت واقف كتساين. الناس كاملين كيدوزو وانت كتبقى تساين. والله يرحم لكم الوالدين.